احمد بقى، احمد بيطبخ، احمد هو اللي بيحميني. عايزه اقول لك ان عملت تويلت في المستشفى على نفسي، فاتصلت بيه كلمته رغم ان انا معايا مرات خالي، قلت له احمد انا عامله تويلت على نفسي مش عارفه اعمل ايه. جالي بالليل الفجر، جالي ومع الغيار بتاعي وهو اللي غير لي. عايزه اقول لك والله 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 ما في يوم احمد جوزي كل او مل او سائم اتعرض عليه الجواز من القريب والغريب. بابا قال له هو يقول لك الحوار اللي حصل بينه وبين بابا في وقتها. قلت له مستحيل انا اسيب مراتي حتى لو ايه، هو بابا عرض حتى عليه، لو رجلها مقطوعه مش هسيبها. بابا قال له حقك كده خلاص، احنا يا ابني ده حقك. انا هاخدها مع يعني هروحها معايا البيت حتى لو رجلها متشلت مش مشكله معايا، هاخدها معايا برضه، وانا عايزها وعايز عيالي مش هستغنى عنهم. بس اخدتهم يعني وروحت البيت، وهي اصرت انها تعمل العمليه وانا اصرت ان لا يمكن همضي على حاجه زي كده. وبعدين وهو الحمد لله يعني ما قال لك مش هاخد رجلها. قلت انا يعني انا هاخدها على كده، انا عايز مراتي على وضعها. ما عملتش العمليه بتاعت لا. وفي خلال الوقت ده كله الوالد بيقول لحضرتك لو عايز تتجوز وتسيبها لنا وحضرتك بترفض. قلت له مستحيل، لا طبعا خالص يعني انا اخدتها كويسه جدا وما فيهاش اي حاجه وفراشه، انا اللي يعني اسيبها في وقت ما تبقى تعبانه؟ طب افترضنا انا اللي تعبت وخدت الدور ده، تصرفها هيبقى ايه معايا مثلا؟ على كتافه بقى، عارفه على كتافه يا رضوى كده، يشيلني وينزل بيا جلسات العلاج الطبيعي ويروح بيا يدخلني الحمام ويحميني. بس ده واجب عليا مش حاجه يعني انا بعملها مثلا كده، لا ده واجب عليا اصلا. يلبس ويقلع، يجي في المطبخ يقول لي اكتبي لي الرز بيتعمل ازاي، اكتب الرز بيتعمل ازاي، يقف عند مرحله معينه يصور بالموبايل يجي يقول لي بصي كده هو انا كده ماشي صح، هو خلاص كده اطفي ابقى تمام. هو اللي كان شايل البيت حرفيا من كل